لو انت كنت سايب جهازك بينزل حاجة او بيخلص شغل وعايز الجهاز بعد ما يخلص يعمل شت داون لوحده، فتعالى اقولك ازاي تخلي الجهاز يقفل لوحده بعد ما يخلص الداونلود. ايه الاخبار؟ كلنا بيجي علينا وقت بنبقى بننزل حاجه على الجهاز بتاعنا او سايبين الجهاز بيخلص شغل، والناس اللي بتشتغل في المونتاج وكده هتبقى فاهمه قوي، لان انت احيانا بعد ما بتخلص البروجكت اللي انت شغال عليه بتحتاج ان انت تسيب الجهاز يطلع لك الاوتبوت. فكتير مننا بيبقى عايز يسيب الجهاز وينزل او ينام او يعمل اي حاجه، بس بيفكر اللي هو الجهاز هيفضل قاعد فتره طويله بعد ما يخلص الداونلودنج، وان ممكن في الوقت ده حد يستخدم جهازك او يبوظ الشغل اللي انت كنت بتعمله عليه وانت مش واخد بالك. فانا في الفيديو ده هقولك ازاي تخلي الجهاز يعمل تايمر بحيث ان الجهاز بعد ما يخلص الشغل اللي بيتعمل عليه او الداونلودنج يعمل شت داون تلقائي. عشان تعمل كده هنروح نفتح الرن، بعد كده هتكتب الامر ده شت داون سبيس شرطه اس سبيس شرطه تي، وهتلاقيني سايبه لك برده على الشاشه. بعد ما بنكتب الامر ده بتكتب الوقت اللي انت عايز الجهاز يفضل شغال فيه، يعني مثلا ممكن نكتب ساعه ساعتين الكلام ده كله، بس احنا بنكتبها في صوره ثواني. فانت مثلا لو عايز تشغل جهازك 6 7 ساعات، يعني خلينا ندي مثال ان السبع ساعات بيبقى فيهم 420 دقيقه، فانت هتروح على الكالكوليتر وهتضرب 420 في 60 هيطلع لنا عدد الثواني الموجوده في السبع ساعات. فدلوقتي بعد ما حسبنا المده اللي هنسيب الجهاز شغال فيها بس بالثواني، هنروح ندوس سبيس وبعدها هنكتب الرقم ده وبعدها هندوس انتر، وزي ما احنا شايفين الجهاز جاب لي نوتيفيكيشن ان هو اتعمل له ريمايندر ان هو يقفل بعد 420 دقيقه. فبكده انت تقدر تسيب الجهاز بتاعك براحته وهيقفل بعد ما يخلص. ولو انت بقى عايز تلغي الامر ده هتروح تدوس ويندوز ار من تاني وبعدها هتكتب الامر اللي هو شت داون سبيس شرطه اس، وبالشكل ده احنا لغينا الريمايندر والجهاز هيفضل شغال عادي وهيكمل شغل معاك زي ما انت عايز. وبس كده. بس قبل ما اقفل كنت عايز اقول ان اغلب الناس اللي بيشوفوا الفيديوهات هم مش مشتركين في القناه، فياريت لو انت شفت الفيديو عجبك او فادك تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه، لان انا بنزل لك شروحات لكل المشاكل اللي انت ممكن تواجهها. ولو حد واجهته اي مشكله او محتاج يسالني على اي حاجه ممكن تسيب لي كومنت هنا او تبعت لي على التيك توك وهتلاقيني برد عليك على طول وهساعدك ان انت تحل المشكله. ولو احتجت ممكن انزل لك فيديو بالحل اصلا. فما تبخلش علينا بقى باللايك والفولو عشان تفضل الفيديوهات مستمره بنفس الشكل. وبس كده. ما تنساش بقى اللايك والفولو عشان يوصلك كل جديد.